اليوم رح نحط الأشواغندا تحت المجهر ونشوف يا ترى بتستاهل الضجة اللي صارت عليها الفترة الأخيرة ولا لا. الأشواغندا كانت مشهورة كتير بالطب الهندي القديم وبيعتمدوا عليها اعتماد كبير بتحسين حالتهم النفسية، مع أنه ما كان فيه لا أبحاث ولا دراسات، إنما عن طريق التجربة فقط. فالموضوع أثار فضولي وبحثت لحتى أشوف شو رأي العلم بهذا الموضوع، ولقيت إنه المركبات اللي بتعطيها هاي الخصائص اسمها الويثانولايتس وبتشتغل بمسار اسمه ال HPA، الهايبوثالاموس، البيتويتري جلاند والأدرينالين جلاند. فالعلم أثبت بالدليل القاطع فعالية الأشواغندا على موضوع التوتر والقلق النفسي وتحسين المزاج. لكن بجانب هذا الموضوع لقوا زيادة وتحسن بالرغبة الجنسية. لكن كيف؟ لأنه وضعك الجنسي بحالتك النفسية المستقرة أكيد رح يكون أفضل أضعاف من حالتك النفسية السيئة. بس العلماء اللي هون يسكتوا؟ أكيد لا، اكتشفوا إنه الأشواغندا بتحسن من جودة النوم كمان حسب الميتا أناليسيز اللي عملوها، اللي أثبتت إنه الناس اللي بتستخدم 600 ملغ باليوم جودة نومهم صارت أفضل بمراحل من الناس اللي ما بتستخدم الأشواغندا. وأبحاث ثانية كمان لقت إنها بترفع من الكفاءة القلبية التنفسية عن طريق زيادة ال VO2 max، وهالشي رح ينعكس إيجاباً على أدائك أثناء التمرين، وقد يحسن من البناء العضلي أيضاً. فمن كل اللي ذكرناه بنكتشف إنه حالتك النفسية تتعلق بمسارات كتير داخل جسمك، والأشواغندا بالدليل القاطع مفيدة وتستحق التجربة كمان، لأنها مش بس رح تحسن من حالتك النفسية، رح تزيد رغبتك الجنسية، تخلي جودة نومك أفضل، وتعلي أدائك أثناء التمرين. وخليك متذكر إنك لازم تلتزم بالجرعة المناسبة، وإذا كنت بتعاني من أمراض أو تستخدم أدوية طب نفسي أو كنت حامل لازم تراجع الطبيب قبل الاستخدام. طيب شو الجرعة المناسبة وأفضل وقت للاستخدام؟ الجرعة المناسبة حبتين باليوم، فيك تاخذهم الصبح أو بالليل أو تقسمهم حبة الصبح حبة بالليل. وفيك تطلب الأشواغندا من الويب سايت أو من رسائل الصفحة.